انا سافرت الامارات ادور على شغل وده اللي حصل معايا. قبل ما اسافر كان لازم اجهز نفسي واشوف مجالي عامل ازاي هناك. لقيت شركات توظيف بتجيب لك عقود عمل بس في مقابل فلوس، فاعتمدت على نفسي وابتديت ادور اكتر. لقيت ان اهم موقعين للتوظيف هما لينكد ان وانديد. دخلت اعرف ازاي اعمل بروفايل على لينكد ان واتفرج على ناس من نفس مجالي عشان اشوف شكل حساباتهم. شفت فيديوهات ل HR عشان اتعلم منهم ازاي هعمل انترفيو وازاي اعمل السي في بتاعي، وفهمت اني عشان الاقي فرصة كويسة لازم يكون معايا سي في كويس وخبرة متوسطة او عالية، واكون بعرف اتكلم انجليزي. مش لازم احسن حاجة بس عشان اعرف اتواصل مع الناس. ابتديت اعمل السي في بتاعي وادور على جروبات على فيسبوك لمصورين في دبي. بعد ما جمعت معلومات كويسة اتواصلت مع شركة سياحة عشان أعمل التأشيرة بتاعتي. دفعت فلوس التأشيرة، وأول لما استلمتها ابتديت أدور على حجز طيران، ودي كانت أول مرة أحجز تذكرة طيران لنفسي. هكمل لكم في جزء تاني، فلو عندكم أي أسئلة اكتبوها في الكومنتات وما تنسوش الفولو عشان تكملوا معايا الرحلة.